السلام عليكم. قناة لمسة شامية معكم. اليوم 8 يوم من رمضان ينعاد علينا والأمة العربية بالخير والبركة. حيخلص العشر الأول من رمضان يلي هو الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره عتق من النار. الله يتقبل طاعتنا ويغفر لنا ذنوبنا. اليوم بدي أزود بهال3 4 دقايق أنا اللي عم نزلهم. بدي أزود شغلات جديدة. نحنا كانت حزورتنا مبارح سورة الصافات، لكن أنا ما عاد أقول نزل عنوان الفيديو إنه حزورة، لا، لأنه أنا عم نزل المقطع اسم الآية موجود بهالسطرين اللي أنا عم نزلهم. عم بسط الأمور لنقرأ هالسطرين اللي أنا عم نزلهم وناخد الثواب. اليوم أنا بدي أحكي على سورة الفاتحة ونعمل شوية أدعية إن شاء الله رب العالمين بيستجب لنا الدعاء تبعنا. خلينا نحكي عن سورة الفاتحة اللي نحن كل يوم بصلاتنا وبكل ركعة منقولها لحتى نتذكر الصراط اللي بدنا نمشي عليه. إن شاء الله منعديه. هلأ أنا حورجيكم هي صورة، هي مو هيك شكلها، نحن صورة، شوفوا شكله قديش فظيع. خلينا نحكي عن سورة الفاتحة. أنا اليوم شفت هذا المقطع على الفيس، حبيت احكي شو شفت وشو حسيت وتفسير الآية. سبحان الله ما أكرمه. خلانا انه نزلنا الفاتحة بكل ركعة بدنا نقولها لحتى نطلب من رب العالمين بكل وقت يهدينا الصراط المستقيم، حتى إذا وافتنا المنية يكون الصراط مستقيم أمامنا ولا نقع منه. سبحان الله ما أكرمه ما أعظمه. لا، حاولوا تحافظوا على الصلاة وقتنا نقرأ الفاتحة، نحط بين عيوننا موضوع الصراط المستقيم وليش رب العالمين خلانا سورة الفاتحة بكل ركعة منصليها لحتى يهدينا الصراط المستقيم. هلأ هي الآية نزلت، طبعا معروفة لكل الناس شو هي، لكن لنقراها وناخد ثوابها معلش قولولي من أي سورة هي. خلينا هلأ نعمل شوية أدعية، يعني عم نعمل 3 4 دقايق فيها إفادة أكتر من ساعة، لأنه عم نحط فيها شغلات عديدة بهال4 دقايق. خلينا ندعي شوي ونقول آمين. اللهم إنا نستودعك جيشنا، اللهم ارفع راياتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اكتب لهم النصر، اللهم احفظ أرواح جيشنا وثبت أقدامهم ويسر أمورهم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. وهيك بكون صرنا بآخر الفيديو. لا تنسوني من اللايكات والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد في فيديو جديد.